في مرة واحد صاحبي قال لي جملة عمري ما نسيتها. قال لي: احنا بنتعب من حاجات محدش واخد باله منها اصلا. وقتها ضحكت، بس بعد فترة فهمت هو كان يقصد ايه. انت ممكن تبقى قاعد دلوقتي وعقلك بيعيد موقف حصل من سنة، كلمة حد قالها لك، نظرة حسستك انك قليل، احراج صغير محدش فاكره غيرك. والمضحك ان الشخص نفسه غالبا ناسي ان الموقف حصل، بس انت لأ. ازاي؟ انت شايله كأنه حصل امبارح. وده اللي بيعمله العقل لما الإنسان يفضل عايش طول الوقت مستني تقييم الناس. تبقى داخل مكان عامل حساب انت شكلك عامل ازاي، بتتكلم وبعدين تراجع كلامك بعد ما تمشي، تنزل صورة وتفضل تبص مين شاف ومين لأ. تبقى عايش بس بعين الناس مش بعينك انت. وده أخطر نوع سجن، إن الإنسان يتحول لنسخة مصنوعة. عارف امتى الحياة بتبدأ فعلا؟ لما تبطل تحاول تكسب الكل، لما تستوعب إن مهما عملت في حد مش هيحبك، ومهما فسرت نفسك في حد هيفهمك غلط، مهما حاولت تبان كامل الناس هتشوف نقصك برضه. فساعتها ليه أصلا التمثيل؟ مرة كنت ماشي في الشارع ولقيت راجل بيبيع شاي واقف في وسط دوشة وزحمة، وعمال يصب الشاي بهدوء كأنه لوحده. فسألته: انت ازاي هادي كده والدنيا مقلوبة حواليك؟ بصله وضحك وقال: عشان اتعلمت حاجة متأخر، اللي مركز فيك زيادة بيبقى فاضي أوي من جوه. الجملة خبطتني، لأن فعلا الناس اللي عايشة بجد مش فاضية تراقب حد، اللي عنده حلم مشغول بيه، اللي بيحارب في حياته معندوش وقت يعد أخطاء الناس، اللي مرتاح مع نفسه مش محتاج يقلل من غيره. بس احنا اتربينا على الخوف. خلي بالك الناس هتقول ايه، ما تعملش كده، شكلك وحش، اوعى تغلط قدام حد. فكبرنا واحنا بنخاف نكون نفسنا، لحد ما فجأة تكتشف انك ضيعت سنين بتحاول تعجب ناس مش فاكرة اخر مرة ظهرت فيها اصلا. عارف لما تبطل تستنى مواقف الناس هتحس انك تايه شوية، بس بعدها هتحس بخفة غريبة، كأنك طول عمرك كنت شايل شنطة تقيلة وفجأة حد شالها لك. تبدأ تتكلم براحتك، تضحك براحتك، تقول لأ من غير تأنيب ضمير. تكتشف انك طول الوقت ما كنتش محتاج تتغير، انت بس كنت محتاج تبطل تخاف.